اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين على عيونكم احلى متابعين في الدنيا، حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يومنا النهارده مختلف شويه، لدرجه ان انا كنت هدوق الجيران. جميله جدا جدا جدا. ولادي طالبين مني اللي هم يتغدوا بره، قلت لا لا، لازم اجيب لهم الغدا لغايه البيت، حاجه كده سهله ولذيذه وبتشتري بالغالي بره، بس احنا بنعملها باقل التكاليف. ما بتاخدش وقت مننا خالص وما بتاخدش اي مجهود، وبرضو المقادير بتاعتها كلها موجودة في البيت يا بنات. قومي تشجعي بقى يلا واعمليها لاولادك بدل ما تشتريها من بره على طول. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ. اول حاجه اهوت، انا داخله قبل الغدا بساعه. ابتديت بقى اهوت، انخل الدقيق بتاعي. ده معايا كيلو دقيق اهو يا بنات، زي ما انتم شايفينه كده. طبعا انا بنخله عشان لو في اي حاجه ولا حاجه بتطلع في المنخل بتاعي. بيبقى فيه تكتلات، بيبقى فيه حاجات كده في الدقيق مش حلوه، بتطلع. لازم تنخلي الدقيق بتاعك. غير كده النخله ديت بتخلي الدقيق العجينه بتاعتك هشه وحلوه. طبعا قبل ما نبدأ اي حاجة زي ما احنا متعودين بنشطب المطبخ، بنخلص اللي ورانا كله، وبعدين نعمل الاكل بتاعنا، الغدا بتاعنا او العشاء بتاعنا ايا كان يعني، عشان كل حاجة تبقى رايقة حواليكي وانت بتعملي الغدا بتاعك. خلاص كده يا بنات. انا نخلت اهوت الدقيق بتاعي، ده كيلو دقيق. حطيت عليه ذرة ملح، وحطيت معلقتين سكر كبار، وحطيت كيس خميرة فورية كبير. يعني كيس بحاله تحطيه او معلقتين كبار. خلاص كده. يعني بتحطي الكيس بحاله لو انت مستعجله، يعني لو انت عادي وراكي شغل ولا حاجه بتعمليه، على ما بال ما تعمليه تكون العجينه خمرت، تحطي معلقه واحده عادي مفيش مشكله. خلاص كده يا بنات اهوت، حطيت اهوت برضو 4 معالق زيت، او ربع كوبايه زيت. انا عملت اهو 4 معالق زيت كبار. بس لو انت مش عارفه تعايري بالمعالق، عايري بالكوبايه، يعني ربع كوبايه زيت كفايه. ومعايا كوبايه زبادي. تاني المقادير يا بنات. وطبعا حطيت معلقتين حليب بودر او لبن بودر، بس اللقطه ما جاتش في الفيديو. يبقى تاني المقادير: حطينا كيلو دقيق، عليه ذرة ملح يعني ربع معلقة ملح كده ولا حاجة، عليه معلقتين سكر كبار، عليه معلقتين حليب بودر او لبن بودر كبار، عليه طبعا كيس خميرة فورية او خميرة بيرة، بتحطي معلقة صغيرة. ربع كوباية زيت. وبس كده، ده المقادير بتاعتنا يا بنات. طبعا انا بعجن بكوبايتين ميه، كيلو دقيق بياخد معايا كوبايتين ونص ميه. حلو الكلام. الكوبايه طبعا بتبقى 250، اللي هي الكبيره 250 جرام، اللي هي المج اللي انا كنت بعمل بيها دلوقتي. طبعا الميه بتدفيها شويه على النار، بتدفيها ولا بتسخنيها ولا بتخليها ساقعه، يعني بيكون يا دوبك زي دمعه العين كده. وبنعجن بيها زي ما انتم شايفين كده اهو يا بنات. طبعا بنفضل نعجن فيها 5 دقايق كده. لو عندك العجان اعمليه في العجان، اعجني بايدك، هي مش مستاهله عجان اساسا. طبعا هي خدت مني كوبايتين ونص بالظبط، كوبايتين ونص ميه دافيه. حابه تعجني بلبن، حابه تعجني بلبن على ميه مفيش مشكله. بس انا كمني حطيت الزبادي والمعلقتين الحليب بودر، خلاص كده بقت زي الفل معايا. خلاص كده انا عجنتها وحطيتها في بوله تانية. هي طبعا حطيت نقطه زيت تحت وحطيت نقطه زيت على الوش، يعني بليت ايديا بالزيت كده ورحت مملسه عليها من فوق. ونفس الحكايه في البوله برضو بتروح حاطه نقطه زيت تحت. تمام. خلاص كده هنسيبها تختمر ساعة كاملة بقى، بنغطيها ونسيبها تختمر. معايا هنا بقى بصل وفلفل وطماطم وتوم، ده كله هنضربه في الكب او في الخلاط عشان نعمل الصلصة البيتزا الخطيرة بتاعتنا. طبعا بعد ما ضربته حطيتها تستوي على البوتاجاز لغايه ما خلاص كده تبقى ما يبقاش فيها ولا نقطه ميه. معايا هنا بقى هبدأ احضر اهوت الحاجات اللي احطها على العجينة بتاعتي. معايا طماطم ومعايا فلفل ومعايا بصل ومعايا طبعا زيتون. هبدأ بقى اجهز الحاجات بتاعتي كده اهو زي ما انتم شايفينها كده. موتزاريلا، فلفل، طبعا الصلصه بتاعتي هي كنت بوريها لكم برضو. الصلصه بتاعتي جهزت خالص اهيت. طبعا بعد ما استوت بتبقى ماسكه في بعضها كده. خلاص كده يا بنات اهوت، انا جهزت الحاجات اللي هحطها على العجينه، وادي العجينه بتاعتي بقت زي الفل معايا، اختمرت اهي، قعدت ساعه بالظبط على ما انا حضرت الصلصه بتاعتها وعلى ما حضرت كمان الحاجات اللي انا هحطها على الوش. يعني من ده لده على طول كده اشتغلي كله وانت واقفه عشان ما تكسليش. خلاص اهو يا بنات، العجينه بتاعتي بقت زي العسل معايا اهيت. هبدا اقطعها كده بسكينه او بقطعه العجين.
اهوت انا عاملها 3 بيتزات جامبو من اللي هي الكبيره. كانت تحفه والله العظيم. فطرنا واتغدينا وتعشينا بيها كمان، يعني اتغدينا وتعشينا في نفس اليوم وفطرنا تاني يوم. قضت معايا كتير وكانت طعمها لذيذ جدا جدا جدا، واطعم واحلى من اللي بره كمان. خلاص اهوت انا هكور اهو كل عجينه كده زي ما انتم شايفين كده اهي يا بنات. كورت 3 كرات كده كبار. هجيب الصواني بقى اللي هدهن فيها، اللي هعمل فيها كل واحده يعني. طبعا انا هعمل واحده هيت مستطيله هيت، يعني في صينيه مستطيله شويه او صاج مستطيل، وهعمل واحده كبيره وهعمل واحده يعني اصغر شويه على حسب الصواني اللي عندك. بقى اعملي البيتزا اللي عندك، يعني اهم حاجه العجينه طالما حلوه وطعمها لذيذ خلاص اعملي في اي حاجه بقى. خلاص حطيت كل واحده كده في صينيه، وهبدا بقى اشكل اهوت صينيه صينيه معايا. بدات افردها اهو بايدي يا بنات. عملتها بالنشابه، لقيت العجينه بتاعتي طريه مش محتاجه نشابه خالص، عملتها بايدي خالص اهي اتفردت بكل سهوله. طبعا منها واخده يعني التخمير التمام مني، بتتفرد معايا بكل سهوله. شايفين اتفردت اهي في الصينيه كلها زي ما انتم شايفينها كده. انا كنت عايزه اعملها كلها في مدوره، بس طلعت جميله قوي ديت، خفيفه وما طلعتش تخينه ولا حاجه. الصينيه دي طلعت جميله جدا، والصواني التانية طلعت حلوه برضو، بس انا كمني كنت اول مره يعني اعملها في صينيه زي دي مستطيله كده. بحب اعملها على طول في المدور، ولادي بيحبوها مدوره على طول، يعني ما بيقتنعوش بالبيتزا الا المدوره هي زي اللي بره يا ماما. خلاص كده هو حطيت الصلصه بتاعتي الجميله ديت. اعملي الصلصه بالطريقه دي، حطي كله كله يعني كله كده في الكبه او في الخلاط. البصل والفلفل والثوم والطماطم كله في الخلاط، وبعدين حطي التوابل عليه وهو على النار. حطيت اهوت طماطم، شرايح طماطم وشرايح فلفل، وكنت حاطه قرن شطه حامي. مخليه البيتزا رهيب يعني. اما خلصوا اللي على الوش وبقى حتة عجينة كده بحتة فلفلاية كانت رهيبة. خلاص اهو يا بنات. حطيت طبعا اي حشوة بقى ممكن تحطيها، حابة تحطي لانشون، حابة تحطي سوسيه، حابة تحطي فراخ، حابة تحطي جبنة. الجبن كلها، في ناس بتحبها بالجبن كلها. لحمة مفرومة طبعا بتعصجيها ببصلة هي والفراخ. لو انت حابه الحشوه فراخ او لحمه ببصله واحده والبهارات عليها وبس كده وبتحطيها. خلاص كده انا خلصت واحده اهو، وحطيت الجبنه الموتزاريلا. طبعا ما حطيتش كميه كبيره لان انا اطلعها في اخر 5 دقايق، ادخلها اسيحها بس وادخلها تاني. خلاص كده اهو يا بنات زي ما انتم شايفين التانية اهي معايا برضو، هي هعمل نفس النظام. طبعا نسيت اقول لكم حته الشوكه ديت في الاولى. عملتها بس نسيت اقولها لكم. يعني عملنا بالشوكه كده بنغرزها عشان لو فيها اي هوا ولا حاجه يطلع، وتبقى يعني واخده السوا من جوه اللي مظبوط، ما تبقاش يعني من جوه عجين، فاهميني؟ خلاص كده اهوت نزلت الصلصه عليها اهوت. بتحطي كميه حلوه مناسبه كده، انا حطيت معلقتين صغيره اهمت. وتروح حاطه الطماطم بتاعتك برضو، وحاطه الفلفل، تشكلي بقى اللي عندك حطيه. وتحطي لانشون بقى. انا حبيت اعملها كلها بلانشون النوبادي، كان عندي يعني زر لانشون قلت اما استخدمه. بس حابه تعمليه ببسطرمه اعمليه، واي حشوه من اللي انا قلتهم اعمليه. خلاص كده اهوت عملته اهو زي ما انتم شايفين كده يا بنات. خلصت كده اهي الصينيه التانية رخرة يا بنات. هنحط شويه جبنه موتزاريلا، حطي شويه جبنه الاول وانتي بتدخلها الفرن. واخر 5 دقايق ليها في الفرن، يعني بعد ما تتاكدي اللي هي استوت تماما من تحت، حابه تغرقيها كلها من فوق غرقيها. انا عملت صينيتين قدامكم اهوت. ادي الصينيه التالتة برضو هعملها معاكم. كانت دي اكبر صينيه معايا. طبعا لو عملتها في 4 صواني يعني 4 بيتزات، بتبقى العجينه برضو مناسبه معاكم وبتبقى حلو. بس انا بحبها يعني العجينه مليانه شويه. خلاص كده اهوت بدأنا نعملها برضو بالشوكة اهوت، نعمل فراغات فيها كده. ونروح حاطين الصلصة بتاعتنا ونشكلها زي ما احنا شكلناها. اللي ما حطش لايك بقى هيحط لايك ويصلي على النبي كده ويذكر الله عشان الفيديو بتاعنا يبقى جميل. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب، ويسعدكم دايما يا رب. طبعا بالنسبة للحالات اللي بتحصل كتير الايام ديت، الخطف والحاجات، خدوا بالكم من اولادكم واطفالكم، لانهم يعني هم كل حياتنا. احنا بنعمل كل حاجة عشان عيالنا.
ربنا يسترها مع اولادكم يا رب، ويسترها مع اولادنا جميعا يا رب، ويحفظهم يا رب. خلاص كده نرجع لموضوعنا يا بنات. خلاص شكلت الصينيه بتاعتي برضو، حطيت يعني شويه جبنه موتزاريلا كده على بال ما تستوي برضو. هندخلهم الفرن بقى على درجه حراره 180 في الرف التحتاني خالص. طبعا اول ما ياخد لون من تحت وتحس ان هي استوت بتطلعيها على الشبكه فوق، وانا هوريها لكم السوا بتاعها في الفرن. انا بسوي في الفرن الغاز، يعني بيبقى احمى كمان من الفرن الكهربي. الفرن الكهربي بتاعي انا بحطه وبظبط النار وخلاص، على كده ما بشوفهاش الا وقت يعني ما تستوي. ده من الفرن الغاز، انا حبيت اعمله لكم في الفرن الغاز عشان إن بالنسبه للناس اللي ما عندهاش فرن كهربي. خلاص اهوت اول ما هي استوت اهي، يعني خدت معايا بالظبط 10 دقايق يا بنات، ولقيتها ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ حاجه كده عسل عسل عسل. الصينيه تفتح النفس وشهيه جدا. بطلعها احط اهوت الجبنه الموزاريلا، يعني بكمل الجبنه الموزاريلا عليها زي ما تحب، حطي الكميه اللي انت عايزاها. وبعدين بتدخليها الفرن تاني، تاخد يعني بتهدي النار خالص من فوق بقى. هي استوت وبقت زي الفل معايا. هي خدت بالظبط معايا في الفرن ربع ساعه، من ربع لتلت ساعه يعني كلها، يعني من فوق ومن تحت. خلاص هي استوت وبقت زي الفل معايا. الثلاث صواني انا حطاهم مع بعض اهوت، بدل ما احط صينيه صينيه في الفرن الكهربي. لو عندك فرن غاز حطيهم كلهم وريحي دماغك. اهو يا بنات زي ما انتوا شايفينها كده طالعه زي الفل يا سيدي على الجميل. شايفين الجمال؟ تحفه. شايفين العسل؟ حاجه كده جميله جدا، واحلى من اللي بره، واوفر وارخص. حاجات كلها موجوده في البيت، هتعملي لولادك وتفرحيهم باقل التكاليف. يعني ما كلفتش كتير خالص. هو بس هتجيبي كيلو جبنه موتزاريلا او كيلو الا ربع، وتوزعهم على الثلاث صواني، والكيلو دقيق بتاعك. وطبعا الحاجات الباقيه بتبقى عندنا في البيت. اهو شايفين العجينه بتاعتي جميله ازاي، واخده اللون الكهرماني وجميل ازاي. تحفه يا بنات. احلى حته عجينه ممكن تاكليها. تحفه. لقمه طريه وهشه وقطنيه، حاجه كده عسل 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 يا سيدي على الدلع. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي لي اشتراك في القناه، وتحطي لي تعليق حلو كده. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الرحمن. بحبكم في الله. مع السلامه.